يا صباح الفل. النهارده هنعمل مع بعض الفطير المشلتت او الفطير الشرقي بطريقه عبقريه جدا، بدون فرد وكمان بدون زبده توريق، بطريقه في منتهى السهوله، يعني بدون تعب ولا مجهود ولا وقفه كتير بقى في المطبخ، بطريقه في منتهى البساطه. هنحضره مع بعض النهارده، ولو 100 فطيره تقدري انك تعمليهم في دقايق من غير ما تتعبي نفسك خالص. كمان هنشوف مع بعض النهارده التسويه المظبوطه للفطير، ازاي يطلع معانا مورق وطري، وفي نفس الوقت ايه اللي يخليه ما ينشفش معانا اثناء التسويه. ومن نص كيلو دقيق بس هنعمل كميه حلوه جدا من الفطير. تابعوا الفيديو للاخر، بجد كل معلومه ولو بسيطه هتستفادوا منها جدا. يا ريت نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه او اشتراك ونفعل الجرس علشان دايما يوصلنا اشعار بكل وصفه او اي فيديو جديد ينزل على القناه. ويلا بينا نبدا نشوف الطريقه والمقادير مع بعض. هنبدأ نحضر عجينة الفطير مع بعض. كل اللي هنحتاج نص كيلو من الدقيق. النهاردة هنشتغل على نص كيلو بس من الدقيق، ولو حابين ان احنا نضاعف الكمية اثناء الفيديو واحنا شغالين هقول لكم المقادير بالظبط هتكون ايه. هنحتاج نص كيلو من الدقيق، ده دقيق متعدد الاغراض، او يفضل ان احنا واحنا بنشتري دقيق كده نسأل الراجل اللي في السوبر ماركت او البياع نفسه ان ده دقيق ينفع نستخدمه في الفطير، لان في انواع كتير ما ينفعش ان احنا نعمل بيها فطير خالص، سواء كان الدقيق بتاع البسكوت او الكيك او الكح او الحلويات عموما. الانواع دي ما ينفعش خالص ان احنا نستخدمها في الفطير. احنا محتاجين دقيق يكون ليه عرق، فضروري ناخد بالنا واحنا بنشتري الدقيق في البداية. تمام. هنحتاج نص كيلو من الدقيق، كمان هنحتاج معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين صغيرين من السكر. تمام. بنضيف الدقيق والسكر والملح وبنقلب المكونات الجافة دي كويس جدا مع بعضها. بعد كده هنبدأ نعجن العجينة بتاعة الفطير. كل اللي هنحتاج كوباية ونص من المية. المية بتكون فترة من الحنفية عادي. المية بقى بنضيفها بالتدريج، ما ينفعش ننزل بكمية المية بتاعتنا كلها مرة واحدة، لان نوعية الدقيق بتختلف في امتصاصها للسوائل، فما ينفعش ننزل بالمية كلها مرة واحدة، لازم كده ننزل بيها بالتدريج، وعلى حسب نوع الدقيق وعلى حسب امتصاصه للسوائل بنبدأ نضيف المية. تمام. العجينة احتاجت معايا كوباية ونص من المية، ممكن تحتاجوا الكوباية ونص كلها او اقل او ممكن اكتر شوية، يعني على حسب ما العجينة هتاخد معاكم مية. اهم حاجة نعجن العجينة بتاعتنا كويس جدا، ودي اهم خطوة. لازم العجينة بتاعت الفطير تتعجن وتتخدم كويس في العجن، يعني مدة لا تقل عن 12-15 دقيقة لو هنعجن العجينة دي بايدينا. لو هنستخدم عجان العجينة بالظبط هتاخد معاكم 10 دقايق عجن وهتكون معاكم بالشكل وكمان بالملمس ده. العجينة لازم تكون طرية جدا وفي نفس الوقت فيها سنة تلزيق كده بسيطة، بتكون معانا بالشكل ده. بعد ما بنخلص عجن خالص بنحط العجينة كده في البولة اللي احنا كنا بنعجن فيها، بس ضروري ان احنا نغلفها كويس جدا بالزيت، يعني نحط شوية زيت كده محترمين على العجينة. الزيت هنا بيخلي العجينة ترتاح معانا اسرع، وكمان ترتاح معانا كويس كده، نتيجة مظبوطة جدا. يعني شوية الزيت دول فعلا بالنسبة للعجينة فحلوين جدا، فلازم نضيف شوية الزيت دول ونغلف بيهم كده العجينة بتاعتنا كويس جدا. بنغطي العجينة بقى بستريتش راب او باي كيس بلاستيك او باي حاجة عندنا، المهم بنغطيها كده وبنسيب العجينة دي ترتاح اقل حاجة نص ساعة. طبعا كل ما بنسيب العجينة ترتاح كويس كل ما بناخد نتيجة افضل بصراحة يعني، فلازم نسيبها ترتاح علشان تتفرد معاكم بقى بسرعة جدا. دلوقتي هنبدأ نفرد العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هناخد كل العجينة بعد ما ارتاحت كويس، بمعنى ان احنا مش هنقسم العجينة، لا هناخدها كلها بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نفرد العجينة كويس جدا. يعني بيكون سمكها مش رقية خالص ولا سميك، على قد ما تقدروا انكم تفردوها افردوها. بعد كده هنحتاج 200 جرام من السمنة. السمنة بتكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني مش بنسيحها، بنستخدمها بالشكل ده. بنبدأ نفرد كمية السمنة اللي معانا على العجينة كلها زي ما احنا شايفين كده. عارفين عجينة السينابون لما بنيجي نفردها وبنحط عليها الزبدة؟ نفس الطريقة كده هنبدأ نفرد العجينة كلها
وهنبدأ ان احنا نحط السمنة ونوزعها كويس جدا. طيب في حد هيسألني ويقولي طيب يا نادية لو احنا حابين نستخدم زبدة، طبعا عادي جدا، ودي حاجة براحتكم، تقدروا تستخدموا زبدة او سمنة على حسب اللي متوفر عندكم وعلى حسب اللي انتوا حابين. احنا طبعا هنعمله النهاردة بطريقة اقتصادية وبسيطة جدا، هنعمله بالسمنة بدل الزبدة، فلو حابين انكم تستخدموا الزبدة براحتكم خالص. بس لو هنستخدم الزبدة برضو مهم جدا ان احنا نستخدمها وهي بدرجة حرارة المطبخ، يعني مش بنسيحها، بتكون لينة جدا علشان تكون زلة الفرد كده معانا. بنوزع برضو الزبدة، لو هنستخدم زبدة بنوزعها زي ما وزعنا كده السمنة على العجينة بالشكل ده. بعد كده بناخد العجينة وبنبدأ ان احنا نلفها رول كويس جدا، يعني بنبدأ كده نلف العجينة دي كلها رول بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب يا نادية لو انا عاملة كمية اكبر من دي، يعني لو عاملة مثلا كيلو من الدقيق، اعمل ايه؟ العجينة هنقسمها على جزئين وهنبدأ برضو نفردها كلها، وهنبدأ ان احنا نوزع عليها السمنة او الزبدة ايا كان اللي احنا هنستخدمه، هنوزعه عليها كويس جدا وهنعمل نفس الخطوات. تمام. بعد ما بنلف العجينة رول، بنبدأ ان احنا نقفل اطراف العجينة كويس جدا، ودي خطوة مهمة لازم تاخدوا بالكم منها، لازم تقفلوا الاطراف بتاعة العجينة كويس. بعد كده بعد ما قفلت الاطراف العجينة كلها، بدأت ان انا اقسم العجينة لجزئين، يعني عملت الرول ده على 2 علشان كان الرول بتاع العجين كبير جدا، فقسمته كده على 2 وبدأت ان انا اقسم العجينة على عدد الفطاير اللي احنا عايزينها. يعني بدأت ان انا اقسم العجينة دي على قطع عجين صغيرة بالشكل ده، كل قطعة من دول هتكون حجم فطيرة، يعني هتكون فطيرة من اللي احنا هنحضرها النهاردة. تقدروا تعملوا فطيرة كبيرة او صغيرة على حسب ما انتوا حابين. ده هنعمل منه 7 فطاير حجمهم صغير زي ما احنا شايفين، مش هيبقوا كبار. لو حابين ان احنا نعمل الفطاير دول يكون حجمهم متوسط او كبير، يعمل معاكم نص كيلو ده فطيرتين بحجم متوسط. وكنا عملنا الطريقة دي في الفيديو اللي قبل ده على طول، تقدروا تشوفوه من علامة الاي اللي فوق او من صندوق الوصف، هتلاقوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف ان شاء الله. تمام. بعد ما قطعنا العجينة على حجم الفطاير اللي احنا عايزينها، هنغطي العجينة كويس بكيس بلاستيك او بستريتش ريب علشان وشها ما ينشفش معانا، وهنبدأ بقى ان احنا نفرد العجينة على طول. طبعا مش بنريحها زي ما احنا شايفين، هنبدأ نفرد العجينة على طول، يعني انا ما ريحتهاش خالص، يعني بنبدأ نشتغل فيها كده على طول. تمام. كل اللي بنعمله بيبقى واحدة من الفطاير دي او واحدة من العجينة اللي احنا قطعناها دي، وبنبدأ نفردها ويكون حجم الفطاير كده متوسط او السمك بتاعها نفسه متوسط بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني تحاولوا بقدر الامكان انكم ما تخلوش الفطيرة رقيقة علشان ما تنشفش معاكم اثناء التسوية، وفي نفس الوقت السمك بتاعها مظبوط، ناخد نتيجة مظبوطة ليها اثناء التسوية، تكون التوريقات اللي جوه دي حلوة، وكمان تتنفخ معانا كده التسوية وما تنشفش برضو الفطيرة اثناء ما احنا هنسويها، ما تنشفش مننا في الفرن. تمام. يعني دي بتكون العامل الاساسي ان الفطير ينشف معانا اثناء التسوية، ان احنا نكون بنفرد الفطيرة زيادة عن اللازم، فلازم تاخدوا بالكم وانتي بتفردي الفطيرة كده ما تخليهاش رقيقة قوي علشان ما تنشفش معاكي اثناء التسوية. تمام. بعد ما بنفرد بقى الفطير بيكون كده جاهز معانا ان احنا نسويه. طيب دلوقتي بعد ما فردنا الفطير هنعمل ايه؟ طبعا الفرن كويس جدا، ده اهم خطوة، لازم الفرن بتاعنا يسخن كويس جدا علشان الفطير يدخل على فرن سخن. بعد كده اثناء ما احنا بنسخن الفرن، لو حابين بقى ان احنا ندهن وش الفطير ده قشطة، بنبدأ ان احنا ندهنه قشطة، ودي بتكون اخر خطوة قبل التسوية على طول، يعني مينفعش ان احنا ندهنه بالقشطة ونسيبه بره من الفرن فترة طويلة، لازم قبل التسوية على طول نبدأ ان احنا ندهنه بالقشطة لو حابين ان احنا ندهنه قشطة. طيب لو مش هندهن الفطير قشطة هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله هنبدأ كده بالفرشة نمسحه مسحة حلوة كده بالسمنة من فوق علشان ناخد لون حلو كده للفطيرة. فلو هنستخدم القشطة مش هندهنه بالسمنة، ولو مش هنستخدمها هندهن الفطير بالسمنة كويس كده من فوق علشان يدينا لون حلو، وكمان ياخد كده تسوية ولون موحد من فوق
بالشكل ده. بعد بقى الفرن ما بيسخن معانا كويس بنبدأ ان احنا كده ندخل الفطير على الرف الاوسط على اعلى درجة حرارة. يعني ما ينفعش ان احنا ندخل الفطير على نار هادية، لازم يكون الفرن سخن كويس جدا. بنشغله من قبلها ب10 دقايق وبعد كده بندخله على الرف الاوسط او اللي هو فوق الصاجة بتاعه الفرن على طول. لو الشواية والفرن بيشتغلوا مع بعض يفضل ان احنا نشغلهم الاتنين مع بعض. لو مش بيشتغلوا الاتنين بنشغل الفرن لحد ما الفطير يستوي وبعد كده بنشغل الشواية علشان ياخد لون معانا، وكمان تسوية من فوق، الفطير يبقى مستوي من فوق كده واخد لون ذهبي بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. وقت التسوية بقى عموما هيختلف من فرن للتاني. يعني لو هنستخدم فرن البوتاجاز بتاعنا العادي فهياخد معاكم تقريبا ربع ساعة. لو الفرن اللي هو الغاز العادي خالص بقى ده فمش هياخد معاكم وقت خالص في الفرن اللي هو العادي، لان بالظبط هياخد معاكم 10 دقايق تسوية وكمان هيبقى سريع جدا معاكم والنتيجة طبعا هتكون احلى كمان. جربوا الفطير بالطريقة اللي حضرناه مع بعض النهاردة، بصراحة تحفة جدا. ما خدش اي وقت خالص في التحضير والنتيجة فعلا حلوة قوي. تقدروا طبعا تضاعفوا المقادير وتعملوا كمية اكبر من دي. يا ريت نعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملناش، واشتراك للقناة او سبسكرايب ومفعل الجرس، واشوفكم على خير.